أكبر غلطة ممكن تغلطها إنك تخرج من المحل من غير ما تبيع، حتى لو العميل ده مش مناسب. هتيجي تقول لي طالما مش مناسب هبيع له ليه؟ هقول لك استنى بس عليا. أنا ما بقولكش تبيع له منتج، بيع الزيارة نفسها، ابني علاقة معاه، ادخل عرفه بنفسك واتكلم معاه دقيقتين، اسأله بتفكر تضيف أصناف جديدة الفترة الجاية؟ ولو ضفت إيه هيكون أول نوع هتدور عليه؟ طب لو كبرت المحل إيه أكتر قسم نفسك تزوده؟ من الإجابات دي هتعرف هو رايح فين، وساعتها لو اتأكدت إن المنتج اللي معاك مش مناسب ولا هيناسب طبيعة شغله قول له بكل احترام بص يا حاج، أنا شايف إن المنتج اللي معايا ده مش هيحقق لك حركة البيع اللي تستاهل إنك تجمد فيها فلوسك، وأنا بصراحة مش حابب أبيع لك حاجة مش هتفيدك، بس أكيد حضرتك تعرف حد شغله يتناسب مع المنتج بتاعي، ترشح لي مين من حبايبك أزوره؟ لما تتعامل معاه بالأمانة دي في أوقات كتير هيرشح لك أفضل عميل في المنطقة، واحتمال كمان يكلمه يوصي عليك، لأن الناس بتثق في اللي بيخاف على مصلحتها مش اللي بيحاول يبيع أي بيعة وخلاص. وبكده بدل ما تكون ضيعت وقتك في زيارة ما استفدتش منها بحاجة، أنت خرجت من الزيارة بأقصى استفادة تقدر تاخدها. عشان كده أنا قلت لك في الأول